ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة الحلويات دي، حلويات العجل. آه بصوا دي كرشة، طبعا مغسولة ومتنضفة حلو. ف انا بغليها في مية كده وبعدين بطلعها، وبعد كده باجي بطيبها في، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، مية واحط فيها بصل وتوم وتوابل، واسيبها بقى ايه تعيش مع نفسها وتطيب مع نفسها. وهنا كمان معانا ممبار، رز، وبص مش مسبك له، هو ني في ني كده، وعليه طماطم وبصل، وطبعا ملح وتوابل وخضرة المحشي. وصراحة أنا لما أحب أعمل خضرة المحشي مع الممبار، بصوا بقى التوابل اللي انتوا بتحبوها، أنا بحط شطة وبابريكا وكمون وكزبرة وفلفل أسود وملح. تمام، هي دي التوابل اللي أنا لما أحطها يعني. بصراحة اما تبقى ريحتها حلوة وبصوا هو مش مسبك، لا زي ما قلت لكم. دي معايا خضرة محشي، دي كانت في الفريزر. تمام. لما اطلعها كده اخر حاجة واحطها وهي يعني مش مسيبها تفك وكده، وما اقلب كده. وطبعا لو مثلا هتعوز طماطم بزود لها طماطم، لو عندك شوية طماطم معلقة صلصة مثلا تزودي شوية. تمام. بصوا جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا، وخفيفة كده وطعمها حلو. دي كانت معايا معلقة صلصة، معلقة صغيرة يعني مش كبيرة. وحطيتها وكمل طماطم برضه عشان حسيت ان هي بيضة وكده. تمام. طبعا نسيت اقول لكم اللي وصل لحد هنا متنساش يعمل لايك واشتراك وكومنت حلو. ودي زودت كمان طماطم، وهنقلبها تقليبة حلوة كده. وبعد كده نبدأ نحشي بقى. ما هنا ما كنتش حطيت كمون فزودت معلقة كمون. وطبعا بنقلب برضه. انتوا بقى لو حابين تقطعوه تمام، حابين يعني الحجم اللي يناسبكم اعملوا على زي ما انتوا حابين. ممكن تعملوا طويل زي ما انا عامله كده، يعني الممبراية طويلة وكده كده بيكش طبعا جدا. فبعد ما تخلصوا ممكن تقصوه او تقطعوه، يعني بعد ما يستووا كده زي ما انتوا حابين يعني. وبعد كده اقعد بحشي بقى. طبعا اكيد يعني مش اما نملى الممبار او العصبان زي اخواتنا في الخليج ما بيقولوا عليه. بس يعني بص انا بقعد احشي كده، وبعد كده بطبطب كده في الممبار، و بخليه كده ايه مش مليان عشان ما يتفجرش. تمام. طبعا دي كانت ما شاء الله واحدة طويلة، تاخد وقت شوية يعني. كل دول بتعمل الأكلة دي في رمضان ولا لأ؟ عايزة أقولكم إن بجد يعني تحفة تحفة تحفة. اللي بيحب الحلويات دي يعني الطريقة دي إن شاء الله هتعجبكم خالص. والأكل ده عامة يعني بصراحة بيفتح النفس، فجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. بص انتوا تحسوا إن مثلا خدت وقت شوية فيها، بس هو عشان زي ما قلت لكم ده كانت واحدة كبيرة يعني. طبعا لازم نغسل الممبار كويس يا جماعة، يعني الحاجات دي لازم تتغسل غسل كده متين، يعني مش غسل اي كلام. وتنقعوها طبعا في ملح وليمون
وبُصّي لو عندكم جنزبيل حطّوا جنزبيل بصراحة ما يحيش الزفارة. أنا كده كنت حشيته وخلّصته كلّه. بس باوريكم ازاي ان هو يعني يا دوبك كده اهي بفرده في الممبار عشان ما يبقاش كده ايه كتير ويتفجر في الحلة. عندي الحلة فيها مية مغلية وهنزل بقى فيها في المنبور. احنا بنسيبه شفتوا انا بوريكم يعني الفيديو ما شاء الله شرح نفسه، فانا بوريكم ان هو ايه الحتة اخر حتتين دول اللي هما من الطرف بسيبهم فاضيين. عشان اول ما بصوا اول ما حطيته في المية عمل ازاي بتلاقيه كده خلاص يقفل على على الرز وما يطلعش منه. عايزة اقول لكم ما شاء الله يعني بعد ما يستوي مش اما تلاقوا رز مثلا في الحلة وكده، لان هو من بره ما فيهوش يعني كام ادي مثلا كام حبة رز يا دوبك بس وما نسيب الحتتين اللي من بره اللي من على الحواف دول فاضيين، فايه بتلاقي الدنيا يعني مفيهوش رز واجع ولا كده. أنا أول ما يغلي ما يقفل على الحواف دي فالرز مش ما يطلع. ده بقى كان الرز استوى. انتوا عايزين تعرفوا استوى انتوا ممكن تحط مثلا شوكة كده ولا حاجة هتلاقيه يعني اتقطع بسهولة، او انت تشديها كده تجربي تقطع حتة كده هتلاقيها اتقطعت بسهولة. طبعا الممبار مش هياخد وقت معاك ممكن نص ساعة، يعني تخليه يغلي في الأول وبعد كده هدي على النار وسيبه نص ساعة هيكون استوى إن شاء الله. أنا محطتش فيه توابل ولا أي حاجة، كل حاجة لو انتوا حابين مثلا تحطوا شوية صلصة حابين تحطوا توابل أي حاجة بصل حطوا، بس أنا يعني محطتش يعني كده كده هينزل الطعم بتاعه في الشرب. وهنا بقى ايه الكرش دي آه حشتها من بعد ما طابت ورحت حطيت بطاطس وحطيت عليها شوية توابل وهسيبها بقى ايه تستوي. واخر يعني هسيبها مثلا تستوي 3/4 سوا وبعد كده اروح اضيف عليها الكرشة وتغلي معاها غلوة واطفي عليها. تاكلوا بقى شوية بطاطس بكرشة خطيرة بجد، جربوها والله ان شاء الله هتعجبكم يعني. البطاطس كانت استوت ونزلت عليها بالكرشة. وعايزة اقول لكم ان انتم ممكن بعد كده تفضوها في طاجن وتدخلوها الفرن تبقى برضه تحفة تحفة جدا بجد يعني. جربوا يا جماعة الوصفات دي والله بجد الطريقة دي حلوة. وطبعا ما تنسوش التوم اهم حاجة في الكرشة التوم. انا مش بحب في المحشي احط توم لكن في الكرشة بتبقى خطيرة دي قبل التحمير. وهنا بقى خلاص خرفت الاكل شوربة الممبار